حفيد نيلسون مانديلا ألقى بالأمس كلمة خلال افتتاح الشام بالجزائر، وقال: يجب ألا ننسى آخر مستعمرة في أفريقيا الصحراء الغربية من هذا الاضطهاد الذي تتعرض له. باتريس موتسيبي رئيس الكاف أدلى بتصريحات اليوم للإذاعة المغربية ردا على ما جاء بالأمس من كلمة حفيد نيلسون مانديلا، وقال: ما حدث بالأمس يعد جريمة من النظام الجزائري، فأنا قلت مرارا وتكرارا: لا يجب خلط الرياضة بالسياسة. كيف يسمحوا لما حدث بالأمس؟ يجب معاقبة الجزائر على هذا الفعل، وقد أصدرت قرارا اليوم باجتماع لجنة الأزمات بالكاف غدا لمناقشة ما حدث بالأمس في الجزائر، وكل شيء وارد في اتخاذنا لقرارات نحمي بها القرى الأفريقية. وأضاف موتسيبي وقال: نحن لا ننحاز للمغرب أو الجزائر أو أي بلد أخرى في الاتحاد الأفريقي،